تخيل معايا تكون غادي في الطريق حتى توقفك شي مرا وتسنق عليك وتقول لك انت شفار، رد ليا الذهب اللي سرقتي ليا، واخا انت ما داير والو وتحاكم وتعتقل بشي تهمه اللي انت ما عندك بها حتى شي علاقه. وبالرغم من ان هذا الشيء هذا مستبعد باش يوقع في هذا الوقت، الا ان هذا الشيء وقع غادي نرجعوا بالزمن شويه اللور بالضبط لسنه 1907. في هذا الوقت ما كانش هذا المحكوم عليه يستانف ولا يتظلم على الحكم اللي صدر في حقه، واخا كانوا بعض المصلحين كيناديو بضروره ايجاد محاكم استئناف اللي كتخول اي واحد حس براسو مظلوم يستانف الحكم ويطلب اعاده النظر فيه. الفضل باش يتحقق هذا الشيء اللي كان مجرد حلم في ذاك الوقت كيرجع لهاد خونا اللي غادي نعيشوا القصه ديالو دابا. ادولف بيك تزاد في النرويج عام 1841 وعاش حياة طبيعية كيتنقل فيها بين أمريكا الجنوبية وإنجلترا. فواحد العام هو كيتمشى في الطريق حتى كتشنق عليه واحد السيدة ألمانية كانت بالمناسبة معلمة، وقفاتو شنقات عليه وكطلب منه باش يرجع ليها الذهب والمجوهرات اللي سرق ليها. تخيل راسك دابا انت في هاد الموقف هذا، انت ما عندك بها حتى شي علاقة، شنو غادي دير؟ ادولف بيك بقى كيتعجب وبقى كيقول لها رجعوا لا لا لا، فين كنعرفك ولا تعرفيني. السيدة والو ما بغات تفك معاه، حاول بشتى الطرق يفهمها باللي ماشي هو الشفار، حاول يفهمها باللي هي غلطة ولكن والو ما بغاتش تفرق معاه. أدولف بيرك قرر يطلب المساعدة من رجل شرطة وقال ليه باللي هاد السيدة بين قوسين المستبة كتضايقو، ولكن السيدة في البلاصة لصقاتو تهماتو باللي سرق ليها المجوهرات ديالها. الشيء اللي خلى الشرطي يديهم بجوج لقسم الشرطة. هنا بدات الحكاية المأساوية لأدولف بيرك. تم الاتهام ديالو بالنصب والغش والاحتيال، وقالت لهم اتيلي ميسونير اللي كانت معلمة بالمناسبة كما سبق وذكرت أنها التقت به في واحد المدة وفي الشارع نفسه اللي وقفاته فيه واحد الرجل كان جذاب ولقى عليها التحية وكلمها وعرضت عليه بعد ما داو جابو في الكلام المنزل ديالها، وقال لها باللي هو من العائلة ديال واحد الوزير اللي سميتو الباج سالزبوري واللي ولا من بعد رئيس الوزراء. عرض عليها يجيبوا دويره في اليخت ديالو وعطاها شي بركه من الفلوس باش تشري داكشي اللي يخصها في الرحله اللي يجيبوا في اليخت. طماع ما كيقضي ليه غير كذاب، وبخدعه بارعه السيده طمعات وبلا ما تشعر سلمت ليه المجوهرات ديالها. هذا بين قوسين هو السماوي. وفين ما مشيتي غادي تصادف بحال هاد الكائنات الخداعه اللي كيحاول يستغل اقرب فرصه ممكنه باش يدي لك ديالك وقدام عينيك. السيد بعد ما شد المجوهرات هرب واختفى، والسيدة عرفت باللي تقلبات وتنصب عليها، والشيك اللي عطاها كان بدون رصيد. المعلمة اللي هي السيدة اللي شنقات على أدولف قالت باللي هو اللي نصب عليها وأنها قدرات تعرف عليه. صادف هاد الشيء أن بزاف ديال الناس بداو كيتشكاو باللي حتى هما تعرضوا لنفس الموقف. جابوا دوك الناس اللي تعرضوا لنفس الموقف ومشى ليهم ديالهم ووقفوا أدولف بيلك بين واحد المجموعة ديال المشبوهين وعرضوا عليهم. المصيبة الكحلة أنهم كلهم قالوا باللي هو هذا السيد اللي نصب علينا أدولف. الشيء اللي زاد الطين بلة هو أن جوج من رجال الشرطة شهدوا باللي شدوا هذا الشخص نفسه في تهمة مماثلة عام 1877. في ذاك النهار تحاكم أدولف بيك بالاسم ديال جون سميث وتحكم عليه ب5 ديال السنوات. بالرغم من أن أدولف بيك كتبت أنه كان من الفترة عام 1873 1884 كيعيش في أمريكا الجنوبية، إلا أن القاضي حكم عليه في 5 مارس عام 1896 بالسجن لمدة 7 سنوات. أدولف بيك دوز منها 5 ديال السنوات ظلما قبل ما يطلق سراحه بكفالة عام 1901. الشرطة من جديد بدات كتلقى عدة شكاوى من الناس باللي كيتم النصب عليهم وكيتسرقوا المجوهرات ديالهم، وتم القبض من جديد على أدولف بيك وتحال على المحكمة بعد ما تعرفت النسوة عليه وعاود تهموه باللي نصب عليهم ودا ليهم ديالهم. مرة أخرى بدات محاكمة جديدة عام 1904 وقالوا ليه باللي أنت مذنب وما بغيتيش تحشم على عرضك، غير هو هاد المرة القاضي كان معلم وكان نيت قاضي بما تحمل الكلمة من معنى، وأجل باش يصدر الحكم في حق أدولف بيك في هذا الوقت بالضبط اللي تأجل فيه الحكم بان المجرم الحقيقي ومنفعل واعترف بكل شيء واعترف باللي حتى هو كان مسجون عام 1877 باسم جون سميث، وكان الاسم ديالو الحقيقي هو ويليام توماس. المشكلة هي أن توماس كيشبه أدولف بيك في الطول والمستاز والشكل ديال راسو وحتى التسريحة ديال شعرو، كان شبه كبير بيناتهم واللي خلى الضحايا ما يفرقوش بيناتهم. ولكن في نفس الوقت كان بينهم اختلافات، ولكن كلشي شهدوا على أنهما الشخص نفسه. من ديك الوقيته تبدل القضاء وقرروا بان شهاده الشهود تقدر تكون عرضه للخطا والتضليل، ودوك اللي كانوا كيناديو باصلاح القضاء واستحداث محاكم التمييز قوات الحجه ديالهم.
الحقيقة بانت وكلشي اعترف باللي أن أدولف بيل كان مظلوم ودوز الحبس ظلما وافتراء. المحلفون والقاضي اللي صدروا الحكم على أدولف بيرك سابقا بالسجن لمدة 7 سنوات عرفوا باللي قفروها وارتكبوا غلطة كبيرة بحق رجل بريء. أدولف بيرك خدا 5000 جنيه استرليني تعويض على السنوات اللي قضاها في السجن. من بعد المدة ديال 5 سنوات توفى أدولف بيرك، ولكن القضية ديالو ما ماتتش، ولات من العلامات الفارقة في تاريخ القضاء. إلا عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بالاشتراك. تهلاو.